مين انت بس؟ تلفزيون دنيا. خلي عني، لو تصيروا اوادم بحكي معكم. خلص اذا بتريدي لك روحي. هكذا عومل تلفزيون الدنيا عندما ذهب إلى من يضعون أنفسهم في الصف الآخر. تلفزيون الدنيا تواجد هناك للإيمان بفكرة أن الجميع يمكنهم أن يكونوا صفا واحدا يسيرون باتجاه واحد نحو مستقبل سوري ينشده الجميع، مضمونه واحد، واختلاف الآراء فيه يغني ويثري ثم يبني. إذا بدك تكوني قناة وطنية، مو هذا سلوك القناة الوطنية. لم نرضى ولم يهن علينا ذهاب الوطن بعيدا في غياهب المجهول ومدفوعا من المجهول بلا خط ولا خطة. لم يرضنا أن نرى أنفسنا وقد أغرينا بكنوز الحرية والديمقراطية، وأن نلقى لنبحث عنها في جزيرة الكنز بلا خارطة، فتتهاوى أرواحنا في الظلمات كما حدث بغيرنا. لم نرضى فنادينا وعلينا الصوت، فجاءنا الرد بأن سمينا أبواقا. لن نرفض التسمية على أن يعرف الجميع أبواق ماذا ومن. الإجابة في أفعالنا وليس في أقوالنا. إن رجعنا في الزمن أشهر قليلة عندما كان مراسلو الدنيا يتسابقون ويهرعون إلى أي موطن خلل في كل محافظة ومدينة وقرية وشارع وحارة وزقاق، فأبواق من وماذا كنا؟ إن كان عيبنا أننا أبواق مهمتها إيصال صوت هؤلاء، فنحن أبواق وهؤلاء يشهدوا ونعتز بشهادتهم. هؤلاء من أرسلوا لنا ولا يزالون تهنئة نعتز بها، وشكاوى نسارع إلى تلبيتها، ونعمل بكل إيمان لحلها. هؤلاء ببساطتهم هم من يمثل شعب سوريا، وبالتالي فشهادتهم هي التي تهمنا، وللمعانها وبريقها نسعى.